آه، حسام عبد المجيد اللي بعيد تماما النهارده اتعور، الف سلامه عليه. لكن هو اتعور ليه؟ هو سيبك من الكدمه، الراجل مش جاهز. وماتش المنتخب اللي لعبه باين ان هو مش جاهز. ما ينفعش يبدا ابدا حسام عبد المجيد، ما ينفعش يبدا. مش الزمالك اللي يتعامل معاه كده، معلش مع احترامي، ان لعيب يسيب اتوبيس الفرقه ويمشي، يسيب اتوبيس الفرقه يقول لمدير الكوره، بعد اذنك. ده والفرقه بتتحرك في المعسكر وهي رايحه الماتش اللي فات، الراجل بره القايمه، راجل لعيب صغير ما عملش حاجه في حياته نهائي. النهارده يقول لمدير الكوره انا نازل بعد اذنك اجيب حاجه من العربيه وجاي، وياخد عربيته ويروح، والماتش اللي بعديه يلعب اساسي. ده مركز شباب. مع احترامي لكل مراكز شباب، مراكز شباب ما بتعملش فيها كده. كان لازم مدير الكرة يقول لاوزوريو الراجل ده بره حساباتك. ومحدش يقول لي الاحتراف، ومحدش يقول لي اصل خد غرامه، الغرامه لا تكفي. في حاجه اسمها احترام النادي واحترام المجموعه. واوعوا تفتكروا ان انتوا تضحكوا على الجماهير لما تنزل لي ستوري وتقول لي وجمهور الزمالك العظيم وبتاع. لا، جمهور الزمالك تحترمه باحترامك للنادي. الراجل نزل من الاتوبيس لما عرف ان هو بره القايمه. مدير الكوره بيقول له حسام رايح فين؟ قال له انا رايح اجيب حاجه من العربيه وجاي، وراح مدور عربيته ومروح البيت. وتاني ماتش يلعب اساسي. عايز تكسب؟ لا ما تكسبش طبعا، مش ما ينفعش تكسب. الكوره ما بتقولش كده، ولا عرف الكوره بيقول كده. وانا لو كنت مكان اللعيبه الكبار اللي موجوده في نادي الزمالك كنت طلبت من اوزوريو ومدير الكوره ان الراجل ده لازم يبقى بره الفريق، لازم يتعلم انه بيلعب في نادي كبير. اخر حاجه ببقى عايز اعملها في حياتي ان انا اقسو على لعيب صغير من ولاد النادي بالذات، لان بحبهم زي اولادي. لكن في وقت من الاوقات القسوه هي اللي هتكبره وهي اللي هتعلمه. الزمالك كبير ما يتعملش فيه كده. انا بقول لكم الحقيقه واللي بيحصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابتن ميدو قدوة بتاعت الأجيال، بينصح حسام عبد المجيد. على العموم يا كابتن ميدو، أنت عمرك ما كنت قدوة لأي لعيب. قدوة في أي لعيب عمرك ما كنت. وبطولة 2006 شاهد عليك وسط جمهور 100,000 مشجع عملت إيه مع المدير الفني حسن شحاتة. فأنت لا كنت ولا هتكون قدوة لأي حد. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ده دايما لعيبة الزمالك، إن اللعيب لما بيحس نفسه نجم ويتنجم بيتعوج على الفريق. وطول عمري دي مشكلة الزمالك الأساسية، اللعيب يبقى فوق الفريق، الفريق مش فوق الكل زي ما موجود في النادي الأهلي. أي لعيب ب3 مليم لعب له ماتشين 3 كويسين يفتكر نفسه حاجة، فكر نفسه أعلى من الفريق وأعلى من باقي زملاته. ودي آفة الزمالك طول عمره، يحبوا المنظرة ويحبوا الفشخرة. اللعيب ده بيرقص ترقيصة حلوة، رقص عطا كوبري، لكن إنتاج فين يا معلم؟ إنتاج مفيش. والإنتاج الوحيد اللي عملتوه خلال سنتين كان بالاحتواء. وعشان كده دايما الأهلي سابقكم بكتير. الأهلي في منظومة بتحاسب الكل، كبير وصغير، مفيش نجم أعلى من الفريق. في أمثلة كتير على مدار التاريخ، لو قعدنا نسرد فيها هنقعد ساعات نقول فيها. حسام حسن وإبراهيم حسن مش بعاد، طاهر أبو زيد وربيع ياسين وعلاء ميهوب مش بعاد، إبراهيم سعيد مش بعيد. كل دول أول ما حسوا بنفسهم فوق النادي الأهلي كان في قرار اتاخد ضده، إن مفيش حد فوق النادي الأهلي، مهما كانت نجوميتك، مهما كانت قوتك، مهما كان الجمهور بيحبك. كنت أهلاوي أصيل، دينا لك الشراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.